السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل طاجن كده خضار باللحمه، حلوه جدا جدا، طعمها تحفه، حلوه للعزومات بقى، جميله، زبده كده. عايزه اقول لك قطعه اللحمه زبده، شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر. يا ريت بقى يا بنات تضغطوا اشتراك ولايك، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم مني كل الفيديوهات، او سبسكرايب. بينا بقى نشوف عملنا الطواجن دي ازاي، ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله وصلوا على النبي حبيبنا اللي هيشفع فينا. هنا بقى أنا عندي الخضار بتاعي بسلة وبطاطس وجزر. عندي بطاطستين كده متوسطين من البطاطس، وجزرتين تلاتة كده حلوين، وكيلو من البسلة. عندك كوسة، ممكن تحطي كمان كوسة، ممكن تحطي اي خضار انتي بتفضليه. ممكن تحطي فاصوليا خضراء، براحتك خالص. تمام. هنا بقى عندي بصلاية كده كبيرة محترمة، قطعتها قطع صغيرة، وفصين اتنين من التوم وقطعتهم برضو قطع صغيرة، ممكن تدقيه براحتك زي ما انت عايزة، بس انا قطعته. تمام كده. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا والملح. انا هنا حطيت معلقة صغيرة ونص من الملح، وحطيت نص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات السبعة. لو مش متوفر البهارات السبعة ممكن تحطي بهارات لحمة، هتديكي طعم حلو جدا برضو. حطيت نص معلقة صغيرة من البابريكا، وهقلب بقى كل التوابل كده في البصل. بعد كده هجيب صلصة، دي صلصة طماطم، وانا كنت عاملاها صلصة. تمام. لو ما عندكيش صلصة ممكن تضربي طماطم فريش عادي خالص. الكمية ديت ممكن تاخد معاكي كيلو من الطماطم. تمام. هنقلب بقى كل الخضار بتاعنا ونركنه على جنب. طبعا انا دلوقتي كنت سلقة اللحمة بتاعتي، ويعني هي خدت ساعة الا ربع في الشوربة. تمام. عملتها ازاي؟ حطيت المية، اول ما المية غليت نزلت بقطع اللحمة بتاعتي في المية، حطيت لها بصلاية وجزراية طماطماية وورق لورا حبهان، رشة فلفل اسود لو بتحبي الفلفل الاسود في الشوربة. تمام. خليتها تغلي على نار هادية لمدة ساعة الا ربع تقريبا، علشان تبقى نص سوا معايا وما تغيبش في الفرن. تمام كده. ظبطنا الشوربة بتاعتنا وسلقنا اللحمة نص سوا، خليناها خدت ساعة الا ربع في الشوربة. بعد كده طلعنا اللحمة، وزي ما انتوا شايفين وزعت قطع اللحمة بتاعتي في الطواجن، حطيتها تحت. تمام. وهحط عليها الخضار من فوق، هوزع كده الخضار من فوق. طيب بعد كده هجيب بقى كوباية مية سخنة. تمام. واحطها على الطواجن بتاعتي. لو انتي ضربة الطماطم بتاعتك فريش ممكن ما تحطيش خالص المية، لكن انا علشان كانت صلصة وما فيهاش اي، يعني كنت مسبكاها كويس وما فيهاش اي مية خالص، فهحط لها كوباية مية علشان تعرف يعني يعرف الخضار يكمل سواه. وحطيت كمان كده معلقة من السمنة في كل طاجن، والطاجن الكبير ده حطيت له معلقتين صغيرين كده من السمنة. ويا سلام بقى لو عندك سمنة فلاحي، هتخلي الطواجن بتاعتك دي تروح في حتة تانية خالص. هنا بقى بقولكوا طبعا لازم تغطوا الطواجن، ممكن تغطيها بورق فويل، ممكن تغطيها بغطاء ألمونيا عندك عادي بتاع اي حلة، مفيش مشكلة. هتسخني الفرن كويس جدا قبل ما تدخلي الطواجن. بعد كده هتحطي الطواجن بتاعتك تحت في الفرن من تحت، وتولعي الفرن بتاعك من فوق ومن تحت لو بيولع مع بعضه، ولو مش بيولع مع بعضه. بعد ما الطواجن بتاعتك تستوي بتطلعي قطع اللحمة كده، تحطيها فوق الخضار وتدخليها تحت الشواية، بتاخد لون كده وبتنشف معاكي شوية، بتبقى طعمها خطير. بصوا شايفين؟ زبدة يا جماعة، والله اللحمة كانت زبدة ما شاء الله. اوعوا تنسوا بقى تضغطوا لايك